زمان ايام الفتوات وفي حاره اسمها حاره ابو خطوه، الناس متجمعين في خماره والعياذ بالله بيشربوا بوظه، وابو خطوه ده يبقى جد الناس دي كلها، وساب لهم وقف علشان يصرف عليهم. لكن للاسف الوقف متسيطر عليه من الفتوه واعوانه من الاغنياء، والفتوه محرج عليهم محدش يجيب سيره ابو خطوه تاني علشان محدش يتكلم عن الظلم، والا هنظلمكم ونقهركم اكتر. وانت بالذات ما اشوفش وشك في الحته دي هنا تاني. ما تقطعش عيش يا معلم سمك. اسمك سمكة؟ تتكلم كده كأن مفيش حاجة يعني. عم عبده بيرجع البيت بيلاقي ابنه جلال بيصلي، فما بيدخلش بقى علشان ما يقطعش عليه الصلاة، بيدخل له من الناحية التانية. فاهم ايه الفرق يعني؟ انك لن تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. نعم يا جلال؟ انك لن تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. انك لن تهدي؟ طب تقرأ غلط يا جلال. هو عم عبده بتاع البوذا هو اللي كان بيحفظك القرآن ولا ايه؟ وهي ولكن مش لكن. اوعى تكون بتقرأ كده في الصلاة. يا جماعة نفتح مصحف، نفتح مصحف قبل ما نقول اي ايات في اي عمل. يا رب. ايه ده؟ انت ايديك عامله كده ليه؟ انت هالك ولا ايه؟ الحق يا عم عبده، جلال بيتحول. حرام يا جلال. طب اقول لك جمعا ازاي باللي انت عامله في نفسك ده؟ ربنا يتوب عليك يابا. بيتضايق قوي لما حد يكلمه عن التوبه. جلال بيحب قمر بنت ناظر الوقف اللي واكلها ولع، وبيقف يبص عليها وبيشرب من القله. احنا هنتفرج على مشهد شرب القله كامل ولا ايه؟ هو ده اعلان قلل القناوي، اروي نفسك يا عطشان حاليا بالاسواق. لكن امها بتشوفها واقفه بتغني عند الشباك. بنت يا ماما ايه اللي وقفك عند الشباك كده؟ ده بنتفرج على اعلان القلل، وده بقى ناظر الوقف. اظن باين يعني ان هو انسان شرير، ما يغركش السبحه. عزيز افندي بيقول لمراته ان البنت جالها عريس. جلال ابن زهيرة؟ ايه ابن زهيره دي؟ يعني انا اعتقدت ان انتوا هترفضوا علشان ابوه بيسهر في الخماره. هو ابوه مش هو المشكله؟ ليه مالها زهيره؟ بتتاجر في المخدرات؟ يكون عينه على ريع الوقف، عايز ياخد بالنسب اللي ما قدرش ياخده بالمحاكم. لا سيبك من موضوع الوقف ده والنسب والمحاكم. هي زهيره عملت ايه؟ بتبيع بانجو يعني ولا ايه؟ وبنعرف بقى ليه جلال ايده مش لون وشه، عشان هو صاحب مصبغه، وجلال بيطلب من الكوالنجي انه يغير كالون الدرج بتاع المكتب علشان ابوه بياخد فلوس وبيروح يشرب بيها بوظه. لا وبيزعل لما بنقول ربنا يتوب عليه. والكوالنجي والسقه بيسالوه على قضيه الوقف، فبيقعد بقى يقول لهم يوم الحكومه بسنه ويتكلم في السياسه واحنا ملناش دعوه بالكلام ده. بس من الواضح كده انه مش عاوز يعادي عزيز افندي علشان بنته قمر. وجلال بيصطاد عزيز افندي وهم في الصلاه وبيقول له انت ما ردتش عليا يعني في موضوع الزواج من كريمتكم. انا عارف اقول لك ايه، خيرها في غيرها زي ما بيقولوا. ايه اللي خيرها في غيرها؟ انا ايدي مليانه صبغه وممكن اوسخها. ايه موضوع ابن زهيره ده؟ استنى بس يا عزيز افندي. جلال بيقول له ان الواحد ما بيختارش لا ابوه ولا امه، وابوه زي ما انت شايف كده، وامه انتوا مش عاوزين تقولوا لنا هي عملت ايه صراحه يعني. اما ابويا ربنا تواب، التوبه هتمسح كل ذنوب. ايه ده؟ وابوك تاب؟ تاب. طب ايه يا جلال؟ يا جلال ده انتوا لسه خارجين من الجامع. وجلال بيقعد يلح على عزيز افندي وبيطلب منه يقرأوا فاتحة قمر. يا الفاتحه في الشارع يا جلال. ايه ما تقرأوا الفاتحة في الشارع؟ بيقول لك ارقص لي؟ انتوا ايه حكايتكم؟ فعم عبده بقى بيشوفهم واقفين بيقرأوا الفاتحة في الشارع، فبيخش بقى عشان يسلم على عزيز. شفت مش بقول لك تاب؟ انا ابني عريس لطف، انا خلفته من زهيره. ايه المعلومة دي؟ دي التفاصيل مش مهمة خالص يا عم عبده، ما احنا عارفين انك خلفت من زهير. فاكر زهيره يا عزيز افندي؟ لا 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 لا. طب وعزيز افندي يفتكر زهيره ليه بقى؟ انت متاكد ان انت اللي خليته من زهيره؟ كانت احلى مره في الحته. ما خلاص يا جلال، خد ابوك روح يا جلال. خلاص هيقول خلفك ازاي؟ خلاص. عزيز افندي انتوا زعلتوا؟ سيبك منهم يا عم عبد، انا ما زعلتش. مالها زهيره؟ الكوالنجي بقى معارض وبيقول لعزيز افندي يعني ايه يعني الوقف ما بيجيبش فلوس؟ ايه واقف في الشارع؟ وعزيز بيقول لهم ان الوقف عليه دين ويا دوبك اللي بيطلع منه بيسد الدين ده. وطبعا بيستغل ان اهل الحاره جهله، فبيقول لهم خدوا بقى اقرأوا الدفاتر يلا على ما تتعلموا بقى القراءه، كنا انا قلبتكم اكتر. كده كبسنا بين اراضي وعمارات واطيان غير الوكاله والدكاكين، وعمل الوقفيه دي عشان كلنا نعيش من خيره. ايوه يا ابني، طب ما انا والرجاله عايشين من خيره. الله، ما هو جدنا احنا كمان. الكوالنجي بيطلب من جلال كمنه هو المتعلم المتسقف المتنور انه يقوم يقرا الدفاتر ويشوف الدين. فجلال بيبص لعزيز كده، وعزيز بيقول له ايه؟ قمر يا جلال، هتفضل طول عمرك كده عازب ها؟ فبيقول لهم صراحه يا جماعه الوقف عليه دين كبير قوي قوي صراحه، ويا دوبك
اللي بيطلع منه بيسد قسط المروحه. فالكوالينج مش عايز يسكت بقى وبيقول له انت السبب في الدين ده، انت كنت مستلم الوقف مشفي وزي الفل يا حرامي. فالمعلم بولت بيقول له انت ازاي يا ولد ترفع حسك على حضره الناظر؟ اللي يكلم حضرة الناظر يتكلم بكل ادب واحترام. ايه اللي حضره الناظر حضره الناظر؟ هو احنا في طابور الصباح ولا يا رجاله؟ انا راجل جاهل ما اتعلمتش. يمكن يسيب الوقت، ما يسيبه يا اخي. يا ابني قلنا اللي يتكلم بأدب. انت بتمنع ايدي قبل ما اديك بالقفا؟ طب اهو. فبيقوموا يلحقوا الكوالينج بقى، انت ازاي ما خدتش باله انه هيديك بالدماغ؟ ما هي واضحه، كانت باينه من قبل ما اضربك يا غبي. وده بقى امام الجامع الشيخ منافق، لا هو اسمه كده في الفيلم الشيخ منافق بمنتهى الوضوح. وجلال بقى بعد ما بيعتقد انه خلاص بقى واحد منهم اكمنه بقى موالس معاهم وضاحك على اهل الحاره، بيقولوا له معلش يا معلم جلال علشان عندنا شغل، يلا يلا يلا. ها يا جماعه وقفنا فين في السرقه؟ وام شعبان اللي شغاله عند حضره الناظر بتروح لجلال وبتقول له ان قمر هتستناه بالليل وهيوربوا له الباب، وبتاخد منه المنديل الاقيه علشان تمسح الميه. انا مش فاهم ايه القله اللي محيراكوا دي. فبيروح لها بالليل وبتديله المنديل وهي معطراه. ام شعبان احتلت عليك لغايه ما خدته منك عشان تديه لشاور. شاور؟ ايوه، اصل طلب منها القطر بتاعك. انتوا بتتكلموا عن الموضوع كانه عادي يعني. دي بتقول لك انها عامله لك عمل عند واحد اسمه شاور، ده عادي يعني؟ وبعدين بتعملي له عمل ليه؟ ما هو انتوا بتحبوا بعض، اعملي عمل لابوكي. استغفر الله العظيم، يعني انا مش بشجعك على الموضوع ده، بس انا عايز شويه منطق. هتعملوا لي عمل؟ عمل بالوفق والقبول. هنوافق ونقبل اكتر من كده ايه يعني؟ اجي انشر لكم الغسيل؟ انا قلبي دايب محبه من غير عمل ولا عطاف. اهو زياده الخير خيرين. اشرب يا ام شعبان، اوعى تكوني شربت يا ام شعبان، ما ينفعش، تبقى علاقه غريبه قوي. فبيشرب منه جلال وبيدي قمر عشان تشرب هي كمان، هو معمول عليه عمل يا كفره. لكن فجاه بيسمعوا صوت ابوها ومعاه المعلم سمكه. بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز في السر، تيجي ناخد بيت بعيد يعني على اول الحاره كده. وعزيز بيقول لسمكه انهم لازم يخلصوا من الكوالينج ده لكن من غير ما يقتلوه. هو انتوا بتهربوا منهم ولا رايحين لهم؟ لو قتلناه بعد الوقفه اللي وقفها قصادي هيموت بطل. امال ايه المطلوب؟ مطلوب نلطخ سمعته في الطين عشان يمشي بين الناس مطاط الراس. نلطخ سمعه مين؟ هو ابو تريكه؟ ما كده كده المنطقه كلها سمعتها زي الزفت. انت نسيت زهيره ولا ايه؟ انت ايه العبط اللي انت فيه؟ انت بس ابوك بيقول ايه؟ ده بيتفقوا على تلطيخ سمعه واحد. يلا 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 بينا. فجلال بيروح الخماره علشان يحضر الكوالينجي قبل ما يوقعوه. انت جيت تفوزك، انت دلوقتي ابنك صحيح. اوعى يا جوز زهير، اوعى يا عم اوعى. وقمر بقى بتضحك على امها وبتقول لها انها شافت منام في جلال. بعدين جه جلال ونزلني من على التخت روان وشالني بايديه وبعدين نايمني على السرير. مين؟ انت بتحكي الحلم كله ولا ايه؟ لا ماما، ما هو احنا ما كناش لوحدينا، كان حوالين السرير ناس كتير قوي، كان حضرتك وبابا وخالته ام شعبان. انتوا واقفين حوالين السرير ليه يا ام قمر؟ في ايه؟ يعني انت رايداه وكمان الاسياد رايدهولك. ده الحاره كلها متخلفه بقى. ايوه طب خدي بقى اشربي. يا اختي العناب ده ماله؟ اصل في عمل شاور مطرطر فيه، قصدي مقطر فيه. اصل شاور يا ماما معاك عليه شاور. هو ده عادي؟ ده جزء من ثقافه المنطقه يعني. وجلال بيحمي ابوه علشان يشرفه قدام حضره الناظر، اصله هيشمك. انا اول لو اتفشكلت الجوازه دي مش هكون بسببك، هكون بسبب امك. يا دي سيره الام. ما تقولش كده على امك. كل الناس بتقول. ما حدش يستجري يقول كده قدامي. انا كل يوم بتمرمط في الوحده بسبب امك. واعمل ايه يعني؟ اغرقك في الحمام؟ طيب تبقى موتة قذرة تستاهلها. هي عملت ايه؟ خد بقى ميه من الكابينيه. يلا. جلال بيدي لابوه الشبكه علشان بعد ما يقرأوا الفاتحه مع عزيز افندي يديله الشبكه على طول، لكن بيسيب ابوه وبيروح ورا الكوالينجي علشان يحذره. ودي كانت غلطته بقى، ان هو يسيب ابوه لوحده من غير ما حد يراقبه، لانه بيروح وبيدي الشبكه لوهيبه بنت صاحب الخماره. شفت شبكتك؟ دم قلبي والله. طب واحنا بقى بنقرأ الفاتحه هتديله ايه؟ ولا انت جايب مشبك معاك؟ خلاص بقى يابا طلع الشبكه. ما هو اجمل حاجه في جلال ده احترامه لابوه. فين الشبكه يا حرامي؟ لا مؤاخذه عدد الناظر كان قصدي عليه هو. لا وانت كمان حرامي يعني، مش مشكله يا حراميه. طيب نستأذن بحاجه يابا. ناسي؟ لا مش ناسي. الشبكه. الشبكه دي يوم كاتب الكتاب الاصول كده. ما هو انت لو ما طلعتش الشبكه دلوقتي مش هتلحق كاتب الكتاب يابا. ده ايه الحاره النكسه دي؟ وديت الشبكه فين يا عبده؟ اشتري الشبكه ما تخليش في وسطكم. ماشي يا بتاع وهيبه. عم عبده بيتضايق لما بيعرف ان جلال غير مفتاح الدرج. اخص عليك. طب ونشرب بوظه منين دلوقتي؟ انا بشرب عشان انسى اني خلفت واد جاحد زيك. ده انت اديت حياتي الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وكمان بتحاسبني بجح. ايه ده كوالينجي؟ هو انا مش قلت لك حاسب؟ عادي يا جلال، ساعه ما نبهتني كانت خلاص الفاس وقع في الراس. انتوا اللي اغبياء. هو اللي فرق عن
والشهود شهدوا عليه والصيغه اللي بيقف بيها. صيغه ايه يا شحاتين انتوا؟ اوعى كده يا معلم سمكه، ما بناخدش منك غير الزفاره. جلال بيتفق مع سمكه على تامين الزفه علشان عاوز يعدي على الحارات المجاوره. انت ناوي تطلع بالزفه لبقيه الحارات؟ ايه خايف تتضرب هناك ولا انت في توعى بتضربنا احنا بس؟ خد بطنك بطيخه صيف، لو عايز تمشي بالزفه بتاعتك قدام سرايا عابدين انا رقبتي سداده. ماشي يا ابو سداده، مع الف سلامه. زفه مهيبه مهيبه مهيبه، يعني اللي يشوف كده ما يقولش ابن زهيره هو اللي بيتجوز. الزفه معديه من احد الحارات عادي جدا، لكن فجاه بيلاقوا كمين. يا معلم سمكه معاك رخص ولا ايه؟ وسع السكه يا معلم زنديق، خلي الزفه تعدي. زنديق؟ اسمك المعلم زنديق؟ امال لما اشتمك اقول لك يا محترم يعني ولا ايه؟ بالمعلوم ده زنديق واحنا مش قد رزالته. وانتوا سايبينه زنديق كده عادي؟ في ايه دلال؟ مفيش ايه، بيقول لك زنديق. الزنديق عاوز فلوس، لكن سمكه بيقول له ما ينفعش فتوه يدفع لفتوه. لو انت فتوه صحيح وريني امارتك. الى القتال. الحقوا يا رجاله، المعلم سمكه بيتضرب. اوبا ليك الواوا يا معلم سمكه، مش قلت لك انت فالح تضربنا احنا بس؟ والعركه بتقوم بقى ما بين رجاله سمكه الله يكحمه مطرح ما غار ورجاله الزنديق الله ياخده. عاوزين العروسه ليه؟ فجلال بيقول لهم لا دي عروسة انا اللي هدخل لوحدي، ايه يا اوباش اللي بتعملوه ده؟ لكن للاسف قمر بتاخد شومه في الخناقه. ما انا قلت لك خدي ساتر يا قمر. فجلال بيلحد بقى. انت السبب، كان لازم يعني تاخد الزفه وتلف بيها باقي الحارات، عامل لي فيها الامير هاري يا روح امك. فجلال بياخد الصدمه، البت ماتت يوم الفرح. ما كانش لازم اشرب دلوقتي، كان على الاقل استنى لغايه ال40. يا عم تنايل، انت جريت في نص الخناقه. قمر ما ماتتش، هي كانت مسرقه بين ايديا وابوها استعجل ودفنها. ايه يا عم جلال اللي بتقوله ده؟ ايه اللي ما ماتتش؟ دي واخده شومه فلقى دماغها نصين. مفيش طريقه نرجع بيها اللي فاتوا لها. استغفر الله العظيم. ابقى اسالك حاضر. الراجل اتجنن خالص يا جدعان. المعلم زنديق بقى هو الفتوه بعد المعلم سمكه، هيبقى فتوه الحارتين ويفتحهم على بعض. مفيش بني ادم هيمشي بالليل، كله هينام من المغرب زي فرح. احكام عرفيه يا سياده المارشال. فوهيبه بتقول له طب واكل عيشنا والخماره اللي انت فيها دي؟ هذا السكرانين والحشاشين والمساطيل هم دول اللي مسموح لهم يسهروا. الحمد لله زنديق طلع شمام. انا قلت برضه اسمك زنديق وهتمنع السهر بالليل يا راجل. الحق يا جلال، الحق ابوك بيرقص الرجاله. الحق يا جلال، زنديق ماسك كرباك وبيدرب ابوك تقريبا. الحمد لله جلال جه، دي كانت مسخره. والزنديق وجلال بقى واقفين في نص الحاره وبيلعبوا شد الحبل. اما الدنيا دواره، جلال هو اللي بيدرب المعلم زنديق دلوقتي. علي هوب علي. مين يا جماعه اللي دق مسامير في العمود عشان نشكره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المعلم زنديق عينه راحت، دي حاره فقر. وعم عبده بقى قاعد في وسط الناس بيحكي لهم عن امجاد ابنه جلال. ودخل وحيد على عمه صدام في العراق. ودلوقتي جلال بقى المعلم وهياخد زينات، هي بتيجي مع لقب الفتوه كده. وفي نفس الوقت عم عبده جايب وهيبه بنت بتاع الخماره. الله يرحمك يا زهيره، احنا كده كده سمعتنا كانت وحشه يعني. لا خدها بالحلال. حلال. ايه الحلال اللي كل شويه حد يقوله لي ده؟ وهيبه بقى بتقول له لا بالحلال يعني بالحلال، مع اننا يعني خارجين من اوضه النوم يا وهيبه، يعني لو افتكرتي عند باب الشقه كان يبقى احسن. فعم عبده بيقول لها لا دي شبكتك وهنتجوز. لكن بيبصوا كده بيلاقوا زينات خارجه من عند جلال. ايه ده؟ الواد وابوه جايبين نسوان في البيت. الله يرحمك يا زهير. وبيروح جلال علشان يقابل المأمور، لكن بيرفض يقابله قبل ما يفرج عن الكوالنجي. كوالنجي ليك وحشه يا راجل، بعد كده لما حذرك تاخد بالك، ما بلاش غباوه ها. وبيقعد جلال مع المأمور علشان يتفقوا على الخطه اللي جايه. زي ما هسهل لي مأموريتي في حفظ الامن والنظام، انا كمان ممكن اسهل لك حاجات كتير قوي. حلو، نشغل عزيز افندي رقاصه في الخمار. جلال بيروح لعزيز وبيقول له ايه يا عزيز بقاء لله. وعزيز بيحاول يرشيه وبيقول له انه حط له نصيب في الوقف، لكن جلال بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ رشوه؟ استغفر الله العظيم، انا هاخد الوقف كله. مؤاخذة يا معلم جلال، انا مش فاهم يعني ابقى انا ناظر الوقف؟ وهتقول لي يا حضره الناظر اضرب جرس الفسحه بقى يلا. مثلا ممكن تقتل الفتوة
وتاخد مكانه، لكن مش ممكن تقتل ناظر الوقت وتاخد مكانه. ليه لا؟ دي فكره حلوه جدا، ما بتموتش يعني يا جماعه. احنا هنجرب ونقتل ناظر الوقف ونشوف بيموت ولا لا. ولو على حكم المحكمه، انا معايا حكم محكمه ان ابقى الناظر، وانت هتحايل العلم وتسيب السرايا الليله وتخلع وتاخد مراتك وام شعبان. يلا 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 يلا. وانت قاعد ليه؟ انت جاي تحلق؟ يلا يا عم يلا يابا متكل من على هنا. ايه ده؟ وحضره الناظر خارج من بيته مطاطي خايف من اهل الحاره. المركب اللي تودي عادي يا ابني ما يصحش. بس يا ابو شعبان مالكيش دعوه انت. تعالى تعالى، حد يا جماعه يفتش السبت ده يشوفوا قلب ايه. واهل الحاره بيهجموا على السرايا بعد ما الناظر بيمشي. وايه ده؟ الزنديق بعد ما اتعمى ابنه حسان جايبه يشحت بيه ولا ايه؟ حد يساعد عاجز الناظر. ايه يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا انتوا بتعملوا ايه؟ دي ثوره الجياع وانت سارق الفوزه ورايح فين؟ خد يا اهبل انت. بكره لما يحسوا ان الوقف بقى بتاعهم هيحافظوا عليه من نفسهم. ما هو لو فضل الوضع كده لحد بكره مش هيبقى في وقف نحافظ عليه. حضرتك ايه؟ علم الجلاء. نعم. انت مين؟ ايه اللي انت مين؟ يعني هو الراجل عينيه راحت بس هو لسه نفس الانسان، نفس الزنديق ما اتغيرش. انا الزنديق. الزنديق عامل فيها عبيط وبيغز المعلم جلال، وبتقوم بقى العركه والهرج والمرج، وفي وسط الخناقه حد بيحدف الزنديق من البلكونه. ايه ده؟ سامحني يابا ما لحقتش الافك. مين يا جماعه اللي بيحدف زناديق من فوق؟ وبنشوف زينات وهي بتعمل عمل لجلال علشان يحبها. يا فريق يا جن كده. ايه ده؟ دجال ترانس جندر؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ شاور. مش عارف اعرف منك على انك دجال ولا على اللي انت عامله ده. رايحه الدجال من جماعه LGBTQRSM وعم عبده هيتجوز وهيبه، لكنه مستني العطار جايب له حاجه كده. انت بتبص لي بقرف ليه كده؟ ما عشان ارفع راسك، ما انت الفتوه دلوقتي. جلال بيقول للاغنياء بتوع الحاره النظام الجديد، اهل الحاره كلهم هيبقى ليهم نصيب في الوقف. الست زي الراجل، العيل زي الكبير، والغني زي الفقير. هتخلي فيها غني. بتقول ايه يالا انت يالا؟ تجري على قفاه. اوب 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 اوب. الكوالنج ده الراجل على قفاه. فجلال بيقول لهم عيب كده، احترموا وقفتي. بتعملوا كده وانا عايش في وسطيكوا؟ امال هتعملوا ايه بعد ما اموت؟ تخيل انت بقى. فجلال بعد ما زينات بتقول له على شاور الترانس بيروح له علشان يعمل له سحر. انا جلال فتوة الحسنية والدراسة وكفر الزغاري. ما شاء الله. لوحدك؟ جاوب على قد السؤال. اسمك وبس. جلال. اسم امك. لا هتجيب سيرة امي هجيب سيرة امك. انت اصلا كده كده كنت لابس لبس امك يعني. اسم امك. اسم امك. ايه ده؟ يا شاور انت بتتكلم من الراديو؟ خلاص يا جلال قول له اسم امك بقى. زهيرة. عندي اللي بتدور عليه يا جلال يا ابن زهير. ابن زهيرة دي شتيمة صح؟ جلال خايف بعد ما يموت النظام اللي عمله لأهل الحتة يروح، وعاوز يحافظ على نفسه. ممكن تحافظ على قوتك، تاكل كويس، والشرب والنسوان. هو انا رايح لدكتور تغذية؟ انت ناقص تقول لي امشي على نظام الطيبات. جرايه شاور، ما تطلع عفريت من جيبك كده ولا اي حاجة. تقدر تخليني ما اموتش؟ استغفر الله العظيم. انا. استغفر الله العظيم. لكن انت ما تقدرش على الطريق. ايه هي؟ انك تخاوي الجن، ومش اي جن، جن الكافر المجوسي. اخاوي الجن. ايه يا جلال؟ طب فكر شويه يا جلال، ده ابوك ما يعملهاش، ده بيقول لك مجوسي. لكن شاور بيطلب منه في المقابل عماره في الحاره، بيع وشراء. بس العمارة مش ملكي، دي اوقاف ملك اهل الحارة. لا وما شاء الله يعني انت بتراعي ربنا. ده بيقول لك جن مجوسي، انت تعمل لي فيها ان انت يعني مصطفى حسني قاعد معانا ايه اصلا؟ والطريقه انه يروح لخلوه ويفضل قاعد فيها لحد ما الجني يطلع عليه ويرقصه دانس. وبالفعل بيختار مكان معزول بعيد مهجور علشان يقعد فيه. لكن حسان بن الزنديق طايح في الحاره مستغلا ان جلال دلوقتي ماشي مع الجن المجوسي، وفي نفس الوقت عم عبده بيخلف من وهيبه. يعني كده جلال بقى عنده اخ وهيخش الجيش. وزينات هي والكوالنجي قاعدين على باب المغاره اللي قاعد فيها جلال وبيشكولوا اتبهدلوا وطالع عينيهم. دي ايه دي؟ الغيبه الكبرى ولا الصغرى ولا دي ايه؟ وعم عبده تاب الى الله وبيدعي ان ربنا يغفر له ذنوبه في الوقت اللي ابنه فيه غرقان في الذنوب وقاعد مستني الجني، والجني تقلان. يا سيدي يا معلم جلال الناس حالتها بقت صعبة قوي يا معلم. يا معلم ما تستعبطش، انا عارف انك سامعنا يا معلم. يا جلال ولا يا جلال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده مين اللي داخل علينا ده؟ ده هو نار اهي. هو ده الجن المجوسي اهو. لا مجوسي يعني
يعني. واهل الحاره دلوقتي عايشين في التراب بعد ما حسان كرشهم من الحاره، وبيعرفوا ان جلال خرج، وجلال الناجي اسم الله عليه اسم الله عليه. امال فين الجن المجوس؟ هم مجوس معاك ليه؟ بيس يا جلال. رجاله حسان بيروحوا يقولوا له الحق جلال جاي هو والجن المجوسي. والنظام الجديد بقى عطار الكلب انت ان انتوا مالكوش حق في الاوقات. الوقف للناس دي وبس. لكن ده ظلم يا معلم جلال. هو ذل شغل مجوس بقى. وحسان بيجي علشان يقف لجلال. بيطلع ضاك يا ابن زهيره. يا دي زهيرة، احنا مش قلنا بلاش سيرة الام؟ انت اللي جبته لنفسك يا ابن الزنديق. الله 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 الله. الواد ده كان بيتمرن ولا ايه؟ عربية الخضار الشهيرة اللي احنا بنحب يعني نجيبها في الافلام كده، لازم حد ياخد الغطس ده فوقيها عادي. لا انتوا فاكريني راجع لكم جلال بتاع زمان؟ انا راجع كوجو بتاع دراجون بول. انرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجبهة والهمم. ليه كده بس؟ بتاع الزيت بقاله ساعة بيرص في الصفايح دي. يا جماعة أم العمود أبو مسامير ده بقى مش هو ده نفس العمود اللي الزنديق دخل فيه بوشه؟ بس ابنه بقى دخل بظهره. يلا فبيروحوا يحيوا المعلم جلال. ابني هو والجن المجوسي. طب يا جماعة هنفضل نحتفل كده؟ حد ينزل حسان من على العمود متعلق هناك. وجلال بعد ما رجع تاني في توة وبقى عنده القوة والجاه والخلود زي ما هو معتقد، بيروح لشاور الوحيد اللي يعرف السر. بقى انا بتقول لي يا ابن زهيرة في طريقه تانية لحفظ السر. انا مستحيل اخون العهد اللي بيننا. انا هخون العهد اللي بيننا. انت عايز تقتلني يا شاور ايها الترانس؟ لكن شاور بيعمل الشغل بتاع زمان، شغل الاختفاء والكلام ده. عايز تقتلني يا ابن زهيره؟ تاني يا ابن زهيرة في وسط الخناقة؟ ماشي. جلال بيبص كده بيلاقي رجلين شاور العبيط من تحت الستارة. دجال غبي قوي. خد ايه يا اسطى؟ انت مش مخاوي جن كده ولا كده؟ ولا هو كان جن واحد وبعته مع جلال؟ المأمور بيسأل جلال هل انت اللي قتلت شاور الدجال الترانس؟ فجلال بيقول له مفيش أدلة على كده. انت عارف ان شاور ملوش اي وريث، يعني الحكومه هي اللي هتورث. ألف هنا وشفا. وهتورثوا العفاريت ولا خدهم أنا؟ جلال اتغير خلاص، مبقاش بيصلي زي الأول وبقى صاحب كاس وبيقعد مع السكارى والمنحلين والمنحرفين وبيبص على الرقاصة. وعزيز افندي بيجي عشان يبوس الجزم، جزمة. فجلال بيقول له المسامح كريم، انت برضو تبقى ابو قمر ابو وزن. وبعد ما جلال بياخد الرقاصة وبيدخل بيها جوه، الرجالة بيقولوا لعزيز افندي يقوم يرقص لهم هو بقى. والعطار عاوز يسم جلال، لكن عزيز بيقول له ان الشغل ما يبقاش كده، لازم الشغل يبقى بالحنكة بالفطنة بالجزمة. احنا هنروح لزيناد ونقول لها ان جلال ماشي مع الرقاصات. فزيناد بتروح تقفش جلال وهو مع الرقاصة. انت لسه هنا من امبارح؟ الجن المجوسي عامل شغل بقى. انا بحبك يا جلال، مش هتفلت من ايدي حتى لو سما طلعت على الارض. خلاص الدجال الترانس بتاعك اتقتل، هتعملي عمل فين بقى؟ وجلال ضرب البدله والطربوش ورايح علشان يتجوز بنت المأمور. ده زواج السلطه والمال والقوه والجن المجوسي في نفس الوقت. يلا يا مصوراتي صورني مع اهل الحاره الجرابيع. يا كولنجي تحضر الفرح كده؟ طب استحموا طيب يا جماعه. ايوه هات المكنه صورني مع العيال. صوره مع العيال، مرشح نفسه في الانتخابات. مالك يا حبيبي في حاجه؟ ده نور الشريف شايلك يعني. الطفل ده بص للمصورات ليه كده؟ ايه يا اولاد مالكم في ايه؟ واحنا في اصلاحيه؟ عزيز افندي والرجاله بيروحوا لعم عبده وبيقولوا له ان جلال هو اللي قتل شاور الدجال بعد ما قرأ الطالع وعرف انه عاوز يعمل مصيبه، ناوي يقتل المحروس الصغير عشان ما يخشش الجيش. شفت التخطيط يا عم عبده؟ يلحق يتغدى بيه قبل ما يحل بيك. ايوه هي السكينه دي، يلا. لكن زينات بتروح لجلال قبل الزفه وبتقول له اسمح لي اخد من وقت حضرتك 5 دقايق بس اودعك اخر وداع انت والجن المجوسي. استغفرش لي 5 دقايق. بس يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انت راجل يعني مخوي جن يعني، هنعمل ايه يعني؟ اسئله غريبه قوي يا معلم جلال. نلعب ماتش فيفا كده على السريع. خد اشرب خمره بالسم الهاري حرفيا. الناس لابسين احسن ما عندهم. ايه ده ما تقولش. كولنجي غير هدومه، لكن جلال بيبص بيلاقي ابوه واخد مراته وابنه وهيخلعه. خد يا عم عبده. لازم تفهمي ان جوازي من بنت المأمور جواز مصلحه. ايوه اشرب. لكن القلب عمران بحبك انت. طبعا اشرب. جلال فجأة بيحس نفسه مش مظبوط كده، تعبان، لكن هو شايف ان ده مستحيل يحصل. ده في جن مجوسي جوه. هو مشي ولا ايه؟ هو النهارده الجمعه ولا النهارده اجازه؟ ده النهارده الاثنين، بياخد اجازه الاثنين مع الحلاقين. جلال بيلاقي نفسه عطشان فبيشرب من الخمره المسمومه. جدع اشرب. فزينات بتقول له انها سمته اللي هو سممته مش سميته. انت كده اسمك جلال. جلال المجوسي. استريح يا معلم.
برقايها. الحركه مش حلوه مع السم. انت بتموت يا حبيبي بتموت. وايه السعاده اللي على وشك دي؟ ده القتل الرحيم يعني. اصرف نظر عنها وانا نجيك من الموت. استغفر الله العظيم يا حرا يا كفره. اجل الزفه يا اخويا، وانا زي ما سألك السن هسقيك التريقه اللي شفيك منه. ما شاء الله جاهزه معاها السم ومعاها الترياق. انت جاي تتريق عليا؟ ما تقريبا مشي مجوسي اسوسو يا جنجون. انا اتسميت يا كوالنجي. انت غيرت هدومك مش الحق نفرح هتحضر بيها العزاء. اوعى فرحان فيا يا عز افندي. بس يا ابني انت هو بس انا سموني انا اتغدر بيا. محدش شاف جن مجوسي خارج من البيت يا رجاله. انت واخد وهيبه ورايح على فين؟ لا ده انا خدتهم كده في حفله طه الدسوقي هنحضرها ونرجع. وفين اخويا الصغير؟ عشان تقتله وما تخشش الجيش صح؟ ما انا عرفت كل حاجه. السم بيقطع في حشايه. السم اتغدر بيا. اتغدر بيه مرتين. مره لما شاور فهمه انه خلاص كده اول ما الجن المجوسي مش هيموت، والمره الثانيه لما زينات سمته في الخمره. يعني ميت مسموم وسكران، وكل ده بسبب الدجال المتحول بتاعكم. انت رايحه فين؟ ما انت اللي سميتيه. احنا قلنا لك نقطتين تشربي اللي ازاي كلها. وبيموت جلال لان الخلود مش بايد حد. انما اعماله الطيبه هتفضل عايشه على طول. طبعا اعماله الطيبه. ايوه. وعم عبده بيدي الخنجر للعطار وبيقول له خلاص جلال مات مسموم. خد. ليه كده يا حاج عبده؟ ما كنت انا هاخده بايدي. حد يا جماعه شد الخنجر. ورجاله جلال بيضربوا عز افندي واللي معاه. طب بتضربوا العطار ليه؟ ما هو مات. وجلال مات وشاور مات والزنديق مات وحسان ابن الزنديق مات وقمر ماتت في الاول. ولسه ما حدش قال لنا زهيره عملت ايه علشان سمعتها تبقى كده. اصدقاء الشيطان يعني خلاص الدنيا ضاقت بيكم ما لقيتوش غير الشيطان. الله يرحمه نور الشريف كان يحب الاعمال الغريبه دي. دايما تلاقي قصه حاجه بتحصل واسقاطات بقى ورمزيات وطلع براحتك بقى من جوه الفيلم. وبالمناسبه يا جماعه لو حد دخل وحب يشوف ملخص عن الفيلم ده على موقع السينما.com ما ياخدش بالملخص اللي هم عاملينه عن القصه علشان غلط. اصلا كاتبين ان قمر ماتت برصاصه طايشه. رصاصه ايه في خناقه بالنبابيت؟ انا مش فاهم. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. كان معكم صبري محروس ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافيه.